السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة خالص. هنعمل صوص كده للكيك للتورتة. معانا هنا كوباية كاكاو، وانا بستخدم كاكاو شرب، ما بيبقاش فيه طعم مرارة، بيبقى طعمه حلو قوي. بحس ان الكاكاو الخام الغامق بيبقى فيه طعم مرارة شوية كده. فحطيت كوباية كاكاو شرب، ومعاهم كوباية لبن بودرة ومية، وهضيف عليهم نص كوباية زيت، وبعدين هاخدهم اضربهم في الخلاط لحد لما القوام يتقل معايا. لو حسيت ان القوام خفيف شوية ممكن نزود كمان كاكاو او شوية زيت، يعني كاكاو وشوية زيت. بضربهم كويس قوي، بس يعني مدة ما تقلش عن 5 دقايق كده لحد لما القوام يبقى بالسمك كده زي ما احنا شايفين كده. ولو هنحط كاكاو خام لونه غامق هنزود سكر مطحون، سكر على حسب طبعا السكر اللي احنا بنحبه. هنبتدي من نص كوباية، وبعد كده نزود بقى لو احنا حابين كمان. انا ما حطيتش هنا خالص سكر، لان اوريدي كاكاو الشرب بيبقى فيه سكر، فما حطيتش وما ضفتش خالص. بنشيله بقى في التلاجة وقت الاستخدام. انا شلته هنا لحد ما خلصت الكيك بتاعي اللي انا هحط عليه. شايفين قوامه بقى عامل ازاي؟ بنحطه بقى على الكيك بتاعتنا او على التورته اللي احنا بنستخدمها زي ما احنا شايفين كده. طعمه بيبقى جميل جدا ورائع بصراحة. بقيت بعمله على طول في البيت، ما بقتش بجيب شوكولاتة وسايحة، بقيت بستخدم الطريقة دي. سهلة خالص. ويا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك واشتراك في القناة، ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي.